بابا جه. هي دي اللحظة اللي بيستنيها كل طفل. هو عايز بابا اللي بيجي بيقعد يلعب معايا، بيجيب لي حلويات، بيجيب لي الحاجات اللي بحبها، بيفتح باب الشقة علشان خاطر ياخده بالحضن بسرعة. أكيد ما تحبش تبقى أنت بابا اللي أول ما بيجي البيت وصوت المفتاح بنسمعه في الباب بتبقى كأنها غارة وكل واحد يجري على أوضته وينام ويطفي النور وحالة سكوت كده تام علشان خاطر بابا اللي هيلمحه هيمرجحه. هيفضل بقى يزعق له في الرايحه والجايه ومش عايز اتكلم بقى لبابا اللي جاي من الشغل ومتعصب ومتضايق. الاب بيواجه تحديات كتيره جدا وهو بره في شغله، بس الابن الصغير دوت هو مش فاهم الكلام ده كله، مستني بس بابا انه يجي يلعب معايا شويه. هي اللحظه دي بالنسبه له ان كده بابا جه، مش هيبقى متفاهم بقى انه لسه هيقعد ويغير وياكل ويستريح شويه من الطريق والكلام ده كله. هيبقى عاوز اول ما بابا يجي ينزل كده يقعد على ركبه وياخده بالحضن ويلعب معاه شويه ويجري وراه وشويه شقاوه كده، وبعد كده بقى بابا يعمل اللي هو عاوزه. فلازم انت قبل ما تيجي حاول تفصل على قد ما تقدر. كل حاجه حصلت في الشغل بيبقى الاب بيجري وبيسعى وبيتعب علشان خاطر ابنه، بس بيبقى عامل كده زي اللي نزل يلعب ماتش كوره بس عمال يلف بس في الملعب، ولا هو بيباصي ولا منه بيجيب اجوان، فمجهوده رايح على الفاضي. بس الابن عايز بس نص المجهود ده، يحس ان هو سامعه فاهمه، عايز يقعد معاه، عايز يلعب معاه، عاوز يتفاعل معاه، عشان ما تضيعش مجهودك كله على الفاضي وتلاقي ابنك بعد شويه مش عايز اصلا يقعد معاك ومش مهتم ان هو يحكي لك او يكلمك.